ننتقل إلى بحث ثان من صفات الحروف التي لا ضد لها، وهي قول إمامنا الجزري: قلقلة قطب جد. قال رحمه الله: صفيرها صاد وزاي سين، تكلمنا عنها، ثم قال: قلقلة قطب جد، ثم سيقول: واللين واو وياء، بحث آخر. قلقلة قطب جد، هنا بين لنا إمامنا الجزري رحمه الله أن العرب كانوا إذا نطقوا حروف قطب جد هذه الخمسة، القاف والطاء والباء والجيم والدال، قلقلوها. ما معنى قلقلوها؟ أذكركم ببحث كيفية حدوث الحروف الذي كنا تحدثنا عنه، أن الحروف الساكنة تخرج بالتصادم، والحروف المتحركة تخرج بالتباعد لطرفي عضو النطق. فلما يقول الواحد منا أم، يخرج الميم الساكنة بالتصادم بين الشفتين، لكنه لما يقول ميما متحركة ما، فإنه يخرجها بتباعد الشفتين والفكين. ما، فبتباعد الشفتين خرجت الميم، وبتباعد الفكين خرجت فتحتها ما. وإن أراد أن ينطق ميما مضمومة يقول مو، انظروا مو مو، فبتباعد الشفتين خرجت الميم، وبانضمام الشفتين خرجت ضمتها. ولما يقول القائل مي مي، فبتباعد الشفتين خرجت الميم، وبانخفاض الفك السفلي قليلا وارتفاع وسط اللسان قليلا خرجت كسرة الميم. إذن في الحرف المتحرك عملان: تباعد طرفي عضو النطق وأصل الحركة، ومخرج أصل الحركة ألفا إن كان الحرف مفتوحا، وواوا إن كان الحرف مضموما، وياء إن كان الحرف مكسورا. أما الساكن فيخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق، ولا يصاحبه لا انفتاح للفم ولا انضمام للشفتين ولا انخفاض للفك السفلي. طيب، من جملة الصفات التي تكلمنا عنها المتضادة صفة الشدة والرخاوة. وأذكركم بأن الحروف الشديدة التي ينحبس الصوت عند النطق بها جمعها علماؤنا بقولهم أجد قط بكت. أجد قط بكت، لو تأملنا أجد قط بكت نجد فيها قطب جد، نجد أن قطب جد هذه الخمسة متضمنة ضمن هذه الثمانية. أجد قط بكت، يعني أجد قط بكت تساوي قطب جد زائد الهمزة زائد الكاف والتاء. دعونا من الهمزة والكاف والتاء، وإن شاء الله سأتكلم عنهما، عن هذه الثلاثة الأحرف لاحقا. قطب جد، جربوا هكذا بارك الله فيكم. قولوا قا، قاف مفتوحة يعني قا قا. هل هناك ثقل؟ هل هناك صعوبة؟ ما أظن، لأن المخرج كان مقفولا وانفتح. قا. طيب المضمومة قو قو، هل هناك صعوبة؟ هل هناك إزعاج لجهاز النطق؟ ما هناك إزعاج، لأن أعود فأقول المخرج كان مقفولا، مخرج القاف، ثم تباعد. قو. المكسورة كذلك قي قي، لكن انطقوا انطقوا عفوا انطقوا قافا ساكنة بالتصادم. أق. أيوة، جربوا هكذا أق، وحاولوا أن تضغطوا قليلا حتى تمشوا الصوت. أق أق. مهما ضغط الإنسان ما ممكن يمر ذرة صوت عند نطق القاف. الطاء، نجرب في حرف الطاء، طا ما في ضيق، طو طي نفس الموضوع، لكن لما ننطق طاء ساكنة أط، جربوا لو سمحتم أط. هل لاحظتم الضيق الذي حدث هنا والثقل بسبب الضغط؟ هناك هواء يريد أن يخرج ولكن المخرج أمامه مقفول تماما. كذلك الباء، با بو بي، لا ضيق ولا إزعاج، لكن لما نقول أب ونضغط، جربوا أب، نجد بأن هنا في منطقة الرقبة هناك ضغط، هناك صوت وهواء محبوس يريد أن يخرج، ولكن الشفتين أغلقتا الطريق أمامه. كذلك الجيم، لما نقول جا جو جي، وقلنا مرارا ونعيد ونكرر الجيم الفصيحة صوتها محبوس، جا جو جي، وليست جا جو جي كما ننطقها في العاميات.
الجيم الفصيحة هكذا وضعها. طيب لما ننطق جيم ساكنة أد، جربوا أد، انقفل المخرج تماما فحصل الضيق الذي كلمتكم عنه. الدال كذلك، دا، دو، دي، الدالات المتحركات لا إشكال فيها، لكن الساكنة أد، جربوا لو سمحتم، أد، أد، انقفل المخرج. هذه الخمسة قطب جد لما فيها من إغلاق كامل للمخرج، وهذا الضيق الحاصل عند سكونها حصرا جعل العرب بفطرتهم دون أن يعلمهم معلم ينطقون هذه الخمسة حالة سكونها بالتباعد بين طرفي عضو النطق بدلا من أن ينطقوها بالتصادم. فالعربي بدلا من أن يقول أب يقول أب، أب، وبهذا يكون نطق باء ساكنة، وفي الوقت نفسه تخلص من الإزعاج والضيق الذي كان حاصلا لمخرج هذا الحرف. بدلا من أن يقول أق يقول أق، بدلا من أن يقول أط يقول أط، بدلا من أن يقول أد يقول أج، بدلا من أن يقول أد يقول أد. إذن هذه الخمسة خالفت العرب الطريقة المعهودة في نطق الحروف السواكن وهي التصادم، فأخرجوا هذه الخمسة بالتباعد بين طرفي عضو النطق، ولكن وهنا انتبهوا من غير أن يصاحب هذا التباعد لا انفتاح للفم، وإلا لصار الحرف مفتوحا أو مال إلى الفتح، ولا انضمام للشفتين وإلا لصار الحرف مضموما أو مال إلى الضم، ولا انخفاض للفك السفلي وارتفاع لوسط اللسان وإلا لصار الحرف مكسورا أو اقترب من الكسر. قد يقول قائل طالما أنك قلت إن الحرف المتحرك يخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق المتحرك، والآن تقول إن المقلقل الساكن يخرج بالتباعد، فما الفرق بين المقلقل والمتحرك؟ نقول يا سيدي الفرق أن كلا من المقلقل والمتحرك يخرجان بالتباعد بين طرفي عضو النطق، إلا أن المقلقل لا يصاحبه إلا ذلك التباعد، بينما المتحرك يخرج بالتباعد ويصاحبه شيء آخر، يصاحبه انفتاح للفم، يعني تباعد للفكين إن كان الحرف مفتوحا، وانضمام للشفتين إن كان الحرف مضموما، وانخفاض للفك السفلي مع ارتفاع وسط اللسان إن كان الحرف مكسورا. هذا وجه الشبه بين المتحرك والمقلقل ووجه المخالفة. كذلك المقلقل والساكن الذي يخرج بالتصادم بينهما مخالفة وبينهما مشابهة. أما المخالفة فإن الساكن غير المقلقل يخرج بالتصادم، والساكن المقلقل يخرج بالتباعد، فهذا اختلاف. ووجه الشبه بينهما أن كل منهما، الساكن الذي يخرج بالتصادم والمقلقل الذي يخرج بالتباعد، كل منهما لا يصاحبه لا انفتاح للفم ولا انضمام للشفتين ولا انخفاض للفك السفلي. إذن نحن أمام خمسة أحرف لها وضع عجيب. ما هي ساكنة؟ لأنها لا تخرج بالتصادم، ولا هي متحركة لأنه لا يصاحبها انفتاح للفم ولا انضمام للشفتين ولا انخفاض للفك السفلي. ماذا نسمي هذا العمل؟ علماؤنا القدامى رضي الله عنهم وجزاهم الله عنا خيرا، وعلى رأسهم الخليل بن أحمد الفراهيدي وسيبويه رحمة الله على الجميع، ألهمهم الله سبحانه وتعالى لهذا العمل الذي هو موجود ولكن ليس له اسم، أن يسمونه بأمر كانت العرب تعرفه في حياتها اليومية، منظر مألوف لدى العرب في الصحراء. ما هو؟ كان العرب إذا أرادوا أن يسخنوا الماء ليصنعوا طعاما يضعون 3 أحجار، ويضعون بين هذه الأحجار الثلاثة الحطب، ويضعون القدر فوق هذه الأحجار الثلاثة. الأحجار الثلاثة تسميها العرب الأثافي، الأثافي هذه الثلاثة. فيضعون القدر فوق هذه الحجار الثلاثة ويوقدون النار على الحطب تحتها، فإذا اشتعلت النار وصار الماء يسخن شيئا فشيئا يصل إلى مرحلة الغليان،
فإذا غلى الماء بسبب غليانه القدر تهتز فوق الأثافي، فوق الحجارة الثلاثة، فتقول العرب تقلقلت القدر على النار. تقلقلت القدر على النار. هذا العمل اهتزاز القدر فوق النار هي حركة ولا ما حركة؟ هي حركة. طب هل هي حركة؟ يعني لو نظر ناظر إلى هذه القدر التي تهتز وسأل آخر قال له هل هذه القدر ساكنة؟ ما يستطيع أن يقول له ساكنة لأنها تضطرب وتهتز. طيب هل هي متحركة؟ ما يستطيع أن يقول له متحركة لأنها لا تغير مكانها، هي تهتز في مكانها. يعني كما يقولون في الجندية مكانك راوح، أو تحرك في مكانك، لها مصطلح عندهم. إذن هذا العمل الحركة الاضطرابية، الحركة الاضطرابية، أخذ العلماء هذا المعنى من هذا الأمر وأطلقوه على هذه الخمسة الأحرف، فقالوا هذه حروف مقلقلة، يعني لا هي ساكنة كالتي تخرج بالتصادم، ولا هي متحركة كالتي تخرج بالتباعد ويصاحبها أمر إضافي: انفتاح للفم، انضمام للشفتين، انخفاض الفك السفلي. قالوا هذه الخمسة مقلقلة. تشبيه رائع وتوفيق غاية التوفيق في انتقاء الاسم لهذا العمل. هذا الذي قلته لكم نشاهده على اللوحات التالية التي نسأل الله أن يجعل فيها الخير والبركة ووضوح هذه الفكرة. نلاحظ على الشاشة قول الجزري رحمه الله: قلقلة قطب جد. القلقلة وهي الصفة الثانية من الصفات التي لا ضد لها، لذلك وضع قبلها رقم 2. هي لغة الحركة الاضطرابية، إذن حركة ولكنها في المكان ذاته. نعم، نلاحظ على اللوحة: تقول العرب تقلقلت القدر على النار، أي اهتزت واضطربت. هذه التي ترونها تحت القدر هي الحجارة الثلاثة التي تسميها العرب الأثافي، ونرى كيف أن النار تشتعل تحت القدر، فلما يغلي الماء في القدر تهتز هذه القدر في مكانها، وتقول العرب تقلقلت القدر على النار. من هذا المعنى المحسوس الذي كانت العرب تستعمله، أخذ علماؤنا نقلوا هذا المعنى إلى الحروف الخمسة التي تخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق مهتزة مشبهة الحروف المتحركة. ننتقل إلى اللوحة الثانية. هذا تعريف القلقلة اصطلاحا. واصطلاحا هي أي القلقلة إخراج الحرف المقلقل حالة سكونه. لاحظوا، القلقلة فقط تكون في حالة السكون، ليس في المتحرك قلقلة ولا في الساكن المدغم. حالة سكونه بالتباعد بين طرفي عضو النطق. سبحان الله، إذن حرف ساكن ويخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق، هذا يشبه المتحرك دون أن يصاحبه شائبة حركة. انظروا إلى كلمة شائبة حركة، يعني ولا شوي ولا قليل من الفتحة ولا قليل من الضمة ولا قليل من الكسرة، دون أن يصاحبه شائبة حركة من الحركات الثلاث، وحروفها 5 يجمعها قطب جد. قطب جد. القطب يعني هو الذي يدور حوله، مثل قطب الرحى الذي تدور حوله الأشياء يسمى قطبا، وهو أيضا نجم في الفضاء اسمه نجم القطب. والجد تأتي بمعان عديدة في لغة العرب، تأتي بمعنى الحظ والنصيب، وتأتي بمعنى الاجتهاد، وتأتي بمعنى الاجتهاد نعم، وتأتي بمعنى المال: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم. انظروا بارك الله فيكم إلى الصورة المتحركة التي أمامكم، وهي مثلا القاف. انظروا إلى هذه الصورة كيف أن القاف تخرج بالتباعد بين أقصى اللسان والحنك اللحمي، هكذا. سأنطق مع الصورة: أقى 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 أقى. إذن لاحظنا بأن القاف المقلقلة تخرج مع تباعد أقصى اللسان عن الحنك اللحمي. ننتقل إلى حرف آخر من حروف القلقلة، وهو حرف الباء كما نرى الآن على الشاشة. وضعه كوضع القاف تماما. انظروا إلى الصورة وسأنطق معها، ولاحظوا بأن الذي يبتعد هو الشفتان ولا يبتعد الفكان. لما تبتعد الشفتان يبقى البعد
بين الفكين ثابتة. انظروا وسأنطق معها: أب 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 أب. هل لاحظتم بارك الله فيكم أن الأسنان لم تبتعد عن بعضها عندما ابتعدت الشفتان؟ لو ابتعدت الأسنان وابتعد الفك السفلي لصارت الباء شبه مفتوحة: أبا أبا، وليست القلقلة فتحة. ننتقل إلى مثال آخر نراه أمامنا على الشاشة، وهو حرف الجيم، حرف ثالث من حروف القلقلة، أيضا يخرج بالتباعد بين وسط اللسان وما يحاذيه من الحنك الأعلى. وسأحاول أن أنطق مع هذه الصورة المتحركة لتتضح الصورة: أج 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 أج. هل لاحظتم بارك الله فيكم أن الجيم تخرج بتباعد وسط اللسان عما يحاذيه من الحنك الأعلى دون أن يصاحب ذلك، واللوحة ما زالت أمامكم، دون أن يصاحب ذلك ابتعاد الأسنان السفلى عن العليا، يعني لا يبتعد الفكان.